سلام غالياتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير والقاكم في تمام الصحه والعافيه ان شاء الله. قبل ما نبداو الروتين تاعنا نصلوا ونسلموا على سيدي خلق الانام، عليه افضل الصلاه وازكى التسليم. هكا بنربحوا الاجر كاملين ان شاء الله يا ربي. بعد ما صليت صلاه الفجر وقريت الورد تاعي اليومي. هنايا جيت درت فيها قهوة، حطيت شوية فاكهة شوية بيض. انايا نهار اللي نكون وحدي في الدار، يكون الزوج خدام ونعرفه بلي ما يجيش للغداء، ناكل الصباح ونستغنى على وجبة الغداء نهائيا. ان شاء الله يا ربي يوفقني ربي ونولي نحط لكم فيديو ولا زوج في الاسبوع. بصح ما تنساوليش للجام، راكم تنساو بزاف تكليكوا على الجام، تتفرجوا الفيديو تكملوه وتخرجوا. معليش راني هنا باه نفكركم، تكليكوا على الجام قبل ما تتفرجوا وتكملوا. هنايا كانوا عندي حوايج غسلتهم في الليل كي جا الماء، الصباح صبحوا ناشفين، جبتهم جيت نطبقهم. راه الفيديو يمشي وحنا نحكوا ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله راح كل فيديو نحط لكم همسه باه نستفادوا هكا. في نفس الوقت نتحفزوا من الروتين ونستفادوا من همسه اللي راح تكون بحول الله. هنايا كملت الحوايج طبقتهم. انا ما نتقنش بزاف الترتيب، ولكن ننظمهم وصاي. هنايا بعد ما كملت بعد ما عفوا بعد ما كملت الحوايج ورجعتهم لبلايصهم في الخزانه، جيت هنايا للكويزينيير. كي كنت مش حنطيب قلت علاه لا اليوم ما ندلهاش رغوه الله الله ونقيها. درت هذوك الكوانين تاع الفورنو في ساشيه ورايحه نرنخهم برودوي ونخليهم واحد 20 دقيقه نص ساعه يترنخوا ويطلقوا هذاك اللي دام كامل في ذيك الساشي. كي نجي نحكم يجوني ساهلين. وراني نرش ثانيتينا في الكويزي في الكوشه من الفوق قاعدين الكوانين السجاج تاعها القفالي ما خليت حتى بلاصه. يعني كي نقول غسلتها بمعنى الكلمه، ماشي فوت عليها الفوق وصاي. اليوم شت بزاف دايرين واحد الاخر برنامج اسبوعي تاع الخدمه، مثلا بالحد نقي البيوت، بالاثنين نقي الكوزينه. علاه يا اختي تجهدي في روحك؟ علاه ما تخدميش كل يوم حاجه وتخدمي على حساب القدرات تاوعك؟ اليوم مثلا لقيتي فريجيدان موسخ، نقي الفريجيدان اليوم، علاه تخليه بالذات بالحد؟ وباه ما يتراكموش عليك الشغالات وما ديريش هذا التنظيف العميق تكريه مثلا مره في الاسبوع ولا مره في الاسبوعين. يا اختي كل حاجه خدميها ثم في ذيك الدقيقه، ما تخليهاش من بعد. درتي الغدا فوتي على الفريجيدان ثم، لقيتي في الفريجيدان مثلا حاجه مدفقه ولا حاجه خاسره، ثم نقي ديك بلاصه ما تخليهاش. ثم نحي ديك الحاجه الفاسده رميها، غسلي ديك السله، سلكت لك مثلا الفاكهه كنت حاطتها في سله بورتمونجي، سلكت تجبديها غسليها ثم مع الماعين، ما تخليهاش حتى كي ديري التنظيف العميق. علاه يا اختي صحتك اغلى ما في الوجود؟ علاه تجهدي بهذه الخدمه تاع يومي تولي كيما الروبو يومي عندك خدمه؟ على نهار اللي ما تكونيش قادره بتخدمي ما تخدميش. الشغل ما يسلكش، صحتك تسلك بصح الشغل ما يسلكش. والصحه صار لها كيما العوله كيما يقولوا تاع بكري، كل يوم تجبدي شويه. خدمي صوالحك بالعقل. مثلا غسلتي الماعين فوتي على البوطاجي ثم نقي، سلكت لك الخضره حكمي السله نقي هذاك اليوم، ما تخليهاش حتى مثلا في ذيك الدقيقه ما تقوليش خليها حتى الحشيه كي نغسل الماعين خلي غدوه عندي تنظيف عميق للكوزينه، لا سلكت لك نقيها ثم هكا تكوني مرتاحه في عقلك، مرتاحه في جهدك، ما تكونيش تستهلكي طاقه بزاف. كوني مرأة اللي تخدم بالذكاء ماشي تخدم بالجهد. ماشي المهم تخدم باه تخدم، لا تخدم باه تستراح، تخدم باه تريح. يا اختي صحتك تلقايها، خليها حوسي بيها، عيشي بيها،
سافري بيها، تمتعي بيها، ماشي دايرتها غير للشغل للماعين والتسياق والتخمال والذراري وحسهم وكاع، لا. هنايا بعد ما ترنخوا لي هذوك الكوانين، نحكهم هنا بهذاك البرودوي كامل، ومن بعد ندير لهم رغوه بايزيس باه تروح لي الريحه. انا مانيش من محبي البرودوي، الله غالب ما عنديش زعما خلطه هكا محتمدتها تاع في المطبخ كيما هكا طبيعيه، اللي تكون عندها خلطه طبيعيه تستخدمها وصابت عليها نتيجه، تخلي لي في لي كومونتير من فضلكن. هنايا نحكهم مليح مليح، ومن بعد كينا نديرلهم رغوه كيما قلت لكم كامل بايزيس، نشللهم 2 مرات 3 ونشفهم ونخليهم يزيدوا يشفوا في الهواء. هنايا بعد ما نقيت كملت فوت على البوطاجي كامل على اللافابو. مع السلامه.